ضربوه بالنار مرتين وبعدين رموه في البحر وهو على كرسيه المتحرك. ولسه ده مش أغرب حاجة في حياة أكيلي لورو. في مايو 1938 شركة روتردام شالويد اللي بقت دلوقتي جزء من نيدلويد طلبت سفينة ركاب جديدة من ترسانة دي شيلدر في فليسنغن، هولندا. السفينة دي كانت حتستبدل الأسطول القديم بتاعهم في خط جزر الهند الشرقية الهولندية. في يناير 1939 تم وضع العارضة، لكن الشغل وقف لما بدأت الحرب العالمية الثانية. رغم غارتين جويتين الترسانة فضلت سليمة، وده خلى من السهل استئناف بناء السفن بعد الحرب. في يوليو 1946 تم تدشين السفينة باسم فيلهلم ريس. اتسمت على اسم حفيد مؤسس شركة الشحن اللي اتقتل على إيد الجستابو أثناء الحرب. روتردام شالويد اتغير اسمها إلى رويال روتردام شالويد. اللقب الملكي اتمنحوا علشان يكرموا خدمتها أثناء الحرب. في 21 نوفمبر 1947 فيلهلم ريس اتكملت أخيراً. كان طولها 192 متر وعرضها 25 متر، والغاطس بتاعها 8.9 متر، وحمولتها 21,119 طن إجمالي مسجل. السفينة كانت بتشيل 869 راكب. كان عندها مداخن أنيقة ومنخفضة ونظام مبتكر لتركيب قوارب النجاة. قوارب النجاة المصنوعة من الألومنيوم الخفيف كانت متثبتة في مكان منخفض على جوانب السفينة ومدمجة في هيكل السفينة العلوي، وده عمل شكل انسيابي من غير أي دعامات بارزة. الترتيب ده خلى القوارب مش أعلى من 15 متر فوق مستوى المياه، وده قلل وقت ومجهود إطلاق القوارب مقارنة بالتركيبات التقليدية اللي بتكون فوق سطح السفينة. في يوم 5 ديسمبر 1947 ويليام ريس بتبدأ رحلتها الأولى لجزر الهند الشرقية الهولندية. الرحلة بتبدأ من روتردام وبتعدي على ساوثهامبتون في المملكة المتحدة، بعدين طنجة في المغرب، ومن خلال جبل طارق لمارسيليا في جنوب فرنسا، وبعد كده بتكمل الرحلة لبورت سعيد في مصر، ومن خلال قناة السويس لعدن في اليمن وكولومبو في سريلانكا عبر المحيط الهندي. الرحلة بتكمل لسابانغ وبالآون دلهي في شمال سومطرة وسنغافورة، وبتنتهي في تانغونغ بريوك ميناء جاكرتا اللي كان اسمه زمان باتافيا. الرحلة عادة بتاخد من 28 ل 30 يوم عشان تكتمل. بس ويليام ريس عنده 8 محركات سلسة بيشغلوا مروحتين، وده بيخلي السفينة تمشي بسرعة متوسطة 22 عقدة. ده بيقلل متوسط وقت الرحلة للخارج لأقل من 25 يوم. ويليام ريس مع سفينة منافسة تانية اسمها أورانيا من خط هولندا بقوا مشهورين على خط جزر الهند الشرقية الهولندية. لكن في سنة 1949 عدد الركاب بدأ يقل بعد استقلال جزر الهند الشرقية اللي بقت دلوقتي إندونيسيا. في يوم 6 يناير 1953 ويليام ريس وأورانيا كانوا في البحر الأحمر وماشيين في اتجاهين عكس بعض. في الخمسينات كان من الشائع أن سفن الركاب يحيوا بعض عن طريق المرور جنب بعض على مسافة قريبة علشان يسلوا الركاب. اقتراب أورانيا كان سريع ومفاجئ، وده أجبر ويليام ريس إنه يلف بسرعة ناحية اليسار، وده تسبب في تصادم بين السفينتين وتضرر مقدمة ويليام ريس بشكل كبير. لحسن الحظ مفيش أرواح اتفقدت، وويليام ريس اتعرضت لأضرار بسيطة فكانت قادرة تكمل رحلتها. لكن أورانيا كانت قلقانة إنها ممكن تتحجز بسبب الأضرار اللي حصلت لها، فعشان كده ما وقفتش في ميناء كولومبو زي ما كان مقرر وكملت على طول لجاكرتا. الاثنين سفن اتعتبروا غلطانين في التصادم بسبب سوء التواصل، وبعد 6 شهور ويليام ريس اتعرضت لتصادم تاني في ضباب كثيف على بعد حوالي 19 ميل شمال غرب جزيرة إلدوبادز. سفينة الركاب العابرة للمحيطات اتصادمت بناقلة نفط هولندية اسمها كورنيليس بي، وده غرق الناقلة. في سنة 1958 شركة رويال روتردام شالود
وخط نذرلاند وقعوا اتفاقية علشان يعملوا خدمة ركاب حول العالم. الأسطول المشترك هيمشي تحت راية سفن البريد الملكية الهولندية مع أورانيا ويوهان فان أولدنبارفلت اللي تغير اسمه وبقى لاكونيا، السفينة ذات المروحتين. من سبتمبر 1958 لحد فبراير 1959 ويليمرز خضع لتجديد شامل في ترسانة ويلتون فيونود في أمستردام علشان يجهز للخدمة الجديدة. النظام الأصلي اللي كان فيه 4 درجات اتقلص وبقى فيه اختيارين بس، الدرجة الأولى ودرجة السياحة. تم تركيب 100 كابينة جديدة علشان تستوعب 275 راكباً في الدرجة الأولى و770 راكباً في درجة السياحة، وكمان تم تمديد التكييف في كل أماكن الإقامة. بعض الكبائن ممكن تتغير حسب الحاجة لو تم حجز عدد أكبر من أي درجة عن الثانية، وكمان في سرير إضافي متثبت، وده بيزود العدد الأقصى للركاب لحد 1167 راكب. أفراد الطاقم الجويين بيتم استبدالهم بأوروبيين، وده استلزم تطوير أماكن إقامة ل300 فرد من الطاقم. حديقة الشتاء لفئة السياح على ويليم ريس بتتحول لصالة حديقة مغلقة بالزجاج جنب البنية الفوقية، وبيتم إضافة شبابيك في الخلف علشان يوسعوا المساحة ويفتحوا المنظر. ده بيسمح باستخدام المنطقة في مواسم وأجواء أكثر، خصوصاً في الرحلات الطويلة من روتردام لأندونيسيا. ارتفاع المدخنة الأمامية بيتزود علشان تحمل الدخان والسخام وغازات العادم لأعلى وأبعد للخلف، وده بيقلل من انتشار الأبخرة على الأسطح المفتوحة ودخولها لأماكن الركاب. بيتم تركيب مثبتات زعانف على جسم السفينة تحت خط المياه علشان تقلل التمايل في البحر الهائج، وده بيخلي الرحلات أكثر راحة وبيقلل دوار البحر. في مارس 1959 ويليم ريس بيروج لخدمته العالمية الجديدة لأستراليا ونيوزيلندا. هي بتغادر من روتردام وبتعدي على ساوثهامبتون، البحر المتوسط، قناة السويس، فريمانتل، ميلبورن، سيدني، وبعدين لنيوزيلندا، وبترجع عن طريق قناة بنما. سفن البريد الملكية الهولندية بقت بديلاً مشهور للسفن البريطانية، لكن في نهاية سنة 1964 زيادة وشهرة السفر بالطيران أثرت على حركة الركاب، واضطرت سفينة ويليم ريس للخروج من الخدمة وعرضها للبيع. في سنة 1965 شركة فلوتالارو اشترت سفينة ويليم ريس وأورانيا. ويليم ريس اتسمت باسم صاحب الشركة، أكبر مارك سفن في إيطاليا وعمدة نابولي في الخمسينات، أكيلي لاورو. وأورانيا اتسمت باسم امراته أنجلينا لاورو. بعد البيع أكيلي لاورو وأنجلينا لاورو اتبعتوا لباليرمو عشان يتحولوا لسفن رحلات بحرية هجينة. في 29 أغسطس 1965 حصل انفجار في أماكن الماكينات والخدمات على أكيلي لاورو، وده سبب حريقة قصيرة لكن خطيرة. الحريقة تسيطر عليها بسرعة من غير أي ضرر كبير في الهيكل، لكن ده آخر عملية التجديد بشكل كبير. عملية التجديد الثانية لأكيلي لاورو شملت تمديداً كبيراً في البنية الفوقية، وأضافوا 4 متر في مقدمة السفينة. تم رفع ارتفاع المداخن وأضافوا مشتتات دخان جديدة. كمان ركبوا جدرانا زجاجية عشان يحموا سطح التنزه الأمامي، وحمامات السباحة الجديدة للدرجة الأولى. تم تعديل أماكن الإقامة لتناسب الزباين الجداد اللي بيركزوا على الرحلات البحرية. إعادة تجديد أكيلي لاورو بالكامل حولته لباخرة ركاب حديثة، ومسحت كل آثار التصميم الأصلي بتاعه قبل الحرب. هيكل السفينة بيدهن باللون الأزرق الكلاسيكي بتاع شركة الرحلات البحرية، وده السبب اللي خلى أكيلي لاورو يتسمى السيدة الزرقاء. في إبريل 1966 أكيلي لاورو بدأت تخدم خط شركة فلوتي لاورو لأستراليا من شمال أوروبا لسيدني في أستراليا وويلينغتون في نيوزيلندا. خلال واحدة من رحلاتها ساعدت في إجلاء عائلات الجنود البريطانيين اللي تورطوا في الاضطرابات في اليمن، وده أدى لنهاية الحكم البريطاني في البلد. أكيلي لاورو عملت واحدة من آخر الرحلات المتجهة شمالاً عبر قناة السويس قبل ما تتقفل أثناء حرب 6 أيام سنة 1967
بين إسرائيل وتحالف من الدول العربية. في سنة 1972 أكيلي لاورو خضعت لتحويل ثالث في حوض بناء السفن في جنوة بإيطاليا عشان تتحول بشكل كامل من خدمة الخطوط المنتظمة لسفينة رحلات بحرية مخصصة. اتعملت تجديدات في المناطق العامة وتغيير في توزيع الكبائن وتطوير في المرافق على السفينة، وكمان تحسينات عن التجديدات اللي قبل كده زي التكييف والمثبتات وكبائن إضافية. أثناء التجديد حصل حريق تاني، وكان أشد من الحريق اللي حصل في التجديد اللي فات. الحريق سبب أضرار كبيرة واضطروا يقعدوا 5 شهور زيادة في التصليحات. بعد التجديدات والتصليحات أكيلي لاورو أنهت رحلاتها كسفينة ركاب عابرة للمحيطات، وبدأت حياتها الجديدة كسفينة رحلات بحرية مخصصة بتستوعب لحد 1167 راكب على 6 طوابق. في إبريل 1975 وأثناء عبورها مضيق الدردنيل، أكيلي لاورو خبطت بالخطأ سفينة المواشي اللبنانية يوسف. الاصطدام حصل في ممر مائي ضيق وزحمة جدا بحركة السفن. يوسف غرق بسرعة وواحد من طاقمها مات. أكيلي لاورو اتضررت شوية، لكن واصلت رحلاتها البحرية بعد التصليحات. في السنة اللي بعدها الشرطة المالية الإيطالية صادرت أكيلي لاورو في جنوة كجزء من تحقيق في عمليات قمار غير قانونية كانت بتتعمل على السفينة وبتديرها خطوط فلوتي لاورو. المصادرة حصلت بعد تقارير عن نشاط كازينو غير مصرح به واحتمال تهرب ضريبي أثناء الرحلات البحرية. السفينة تحتجزت في الميناء، وده وقف العمليات لفترة قصيرة. في ديسمبر 1981 حصل حريق في بار و3 ركاب اتوفوا أثناء الإخلاء. اتعرضت لأضرار كبيرة واتسحبت من الخدمة. في سنة 1982 اتوقفت في جزر الكناري لما شركة لورو لاينز أفلست والدائنين استولوا على السفينة. اتحجزت حوالي سنة بسبب المعارك القانونية حوالين ديون الشركة، وفي الآخر السلطات الإيطالية تدخلت ورجعت أكيلي لاورو لجنوة. في سنة 1985 شركة شحن يونانية اسمها تشاندراس لاين استلمت أكيلي لاورو بموجب اتفاقية تأجير. في 3 أكتوبر 1985 أكيلي لاورو غادرت جنوة في إيطاليا في رحلة بحرية لمدة 12 يوم في البحر المتوسط. الرحلة البحرية كانت هتزور نابولي، الإسكندرية، بورسعيد، أشدود، ليماسول، رودس، بيريوس، كابري، وبعدين ترجع جنوة. فيه 748 راكب وعدة مئات من طاقم السفينة على متنها. في يوم 7 أكتوبر السفينة رست في الإسكندرية في مصر، و651 راكب نزلوا علشان يزوروا الأهرامات، وكانوا ناويين يرجعوا للسفينة في بورسعيد بالليل. بعد ما السياح نزلوا على الشاطئ 4 رجال معهم بنادق AK-47 اختطفوا السفينة وخطفوا الطاقم و97 راكباً كرهاء. الرجال دول أعضاء في فصيل من جبهة التحرير الفلسطينية بقيادة محمد زيدان أو أبو عباس، وبيتبعوا منظمة التحرير الفلسطينية. أجبروا الكابتن إنه يسيب الميناء وقالوا للطاقم يكملوا شغلهم. الخاطفين طلبوا من إسرائيل تفرج عن 50 أسير فلسطيني. إسرائيل ما ردتش والسفينة اتجهت لسوريا. بناء على طلب الحكومتين الأمريكية والإيطالية، سوريا رفضت تسمح للسفينة ترسو عندها، فالمختطفين قتلوا راكباً أمريكي يهودي معاق اسمه ليون كلينغهوفر. ضربوه بالنار مرتين وبعدين أمروا راكبين يرموه في البحر مع الكرسي المتحرك بتاعه. المختطفين أمروا الكابتن يروح قبرص وبرضه اترفض دخولهم، ومن شدة الإحباط رجعوا أكيلي لاورو تاني لبورسعيد. بعد يومين من المفاوضات مصر وافقت على مطالب المختطفين بتأمين مرورهم الآمن من مصر وحصانة من المحاكمة مقابل الإفراج عن الرهائن اللي على السفينة. المختطفين تنقلوا بطائرة مصر للطيران 737 لتونس. في منتصف الطريق
الطيارة تعترضت بواسطة 7 طائرات مقاتلة من طراز F-14 تومكات تابعة للبحرية الأمريكية من على حاملة الطائرات USS ساراتوغا. الطيارة اضطرت تهبط في قاعدة سيغانيلا الجوية البحرية، وهي قاعدة تابعة للناتو في صقلية، وهناك قوة دلتا الأمريكية حاصرت الطيارة. بعد كده القوات الجوية الإيطالية والشرطة حاصروا قوات دلتا، وكلهم اتخانقوا على مين اللي هيتولى احتجاز الخاطفين. الحادثة دي اللي اتعرفت بأزمة سيغونيلا اتحلت بانسحاب القوات الأمريكية، وسلطات إيطاليا هي اللي كسبت في الآخر. بس ده بوظ العلاقات الدبلوماسية بين أمريكا وإيطاليا ومصر كمان. أكيلي لاورو رجعت لمينائها الرئيسي في جنوة، إيطاليا. عملية الاختطاف شدت انتباه العالم كله، ودمرت صناعة الرحلات البحرية في البحر المتوسط. الرحلات اتلغت عشان عدد الركاب قل. بس في مارس 1986 أكيلي لاورو رجعت لجدول رحلاتها العادي في البحر المتوسط، وبعدها بشهر جنحت قرب إسكندرية. بعد 7 ساعات اتسحبت السفينة من غير أي ضرر. في سنة 1987 شركة فلوتيلورو اتخذت من قبل شركة الشحن المتوسطي اللي معروفة دلوقتي باسم MSC كروز، والشركة الجديدة اتسمت ستار لورو. أكيلي لاورو ابتدى له حياة جديدة في أستراليا، حيث تم تأجير السيدة الزرقاء لمدة شهر، واستخدمت كسفينة إقامة في فريمانتل، أستراليا الغربية، أثناء سباقات اليخوت كأس أمريكا. في أوائل التسعينات أكيلي لورو كانت بتسافر على خط أستراليا مروراً بكايب تاون في جنوب أفريقيا، وبتعمل رحلات أماكن في جنوب المحيط الهادي زي نيو كاليدونيا وفانواتو. في مساء يوم 30 نوفمبر 1994 أكيلي لاورو كانت في طريقها لجنوب أفريقيا، وعلى متنها 979 راكب وطاقم. على بعد 50 ميل من سواحل الصومال اندلع حريق في غرفة المحركات. انفجر علبة المرفق، وده خلى زيت التبريد يدخل نظام العادم، وده ولع حريق. زيت شديد، محدش خد باله من الحريق غير لما كان خلاص خرج عن السيطرة. الطاقم حاول يطفي حريق غرفة المحرك باستخدام الخراطيم اللي على السفينة والمية اللي جابوها من حمام السباحة. لما صبوا المية على حريق الزيت النار انتشرت أكثر، والوضع بقى أسوأ. الكابتن قرر يجمع كل الركاب على الأسطح العلوية ويستعدوا لترك السفينة. مدير الرحلة البحرية وطاقم العمل اتصرفوا بسرعة وهدوا الركاب وجمعوهم في مجموعات علشان الإخلاء. الركاب اتنظموا حسب الجنسية علشان كل واحد يفهم التعليمات بلغته. من ضمن الطاقم كان فيه موس هيلز، عازف جيتار، ساعد في إنقاذ الركاب لما سفينة أوشيانوس غرقت من 3 سنين. أنا عملت فيديو عن إزاي موس هيلز أنقذ الركاب لما الكابتن والطاقم سابوا السفينة وهي بتغرق، وحسب لكم الرابط هنا. راكب ألماني مسن محتاج يرجع أوضته عشان ياخد دواء القلب بتاعه، بس مفيش راكب، مسموح له يرجع للكابينة بتاعته عشان الحريق والدخان بينتشروا. فموس هيلز لف وشه بفوة مبلولة تقيلة ودخل السفينة اللي بتتحرق. في نص الطريق الدخان كان تقيل جدا لدرجة إنه مش قادر يتنفس. رجع لورا ولقى باب الحريق في الطرقة اتقفل واتقفل عليه، بس قدر يلاقي باب خروج بيوصل لبار صغير على سطح حمام السباحة، وطلع منه للهواء الطلق. ثاني يوم الصبح بعد حوالي 7 ساعات محاولاتهم للسيطرة على الحريق فشلت، والنار انتشرت بسرعة. المية اللي اتضخت جوه غرفة المحركات علشان يطفوا الحريق عملت مشكلة جديدة. المركب بدأت تميل والنار بتنتشر. الساعة 5 الصبح الكابتن أمر الناس يسيبوا المركب. النار انتشرت ناحية آخر قاربين نجاة متعلقين في جنب المركب، وسابت شوية من الطاقم والركاب محاصرين، ومن ضمنهم موس هيلز. هو وباقي الطاقم وجهوا الركاب ناحية طوافات نجاة مطاطية في مؤخرة المركب. وفي نفس الوقت واحد من قوارب النجاة الصلبة اللي كانت في المية أصلاً اتحرك ناحية مؤخرة المركب. قوارب النجاة المطاطية بتتخزن على السطح جوا كبسولة من الفايبر جلاس بتتفتح أول ما تلمس المية.
2 من طاقم السفينة شالوا واحدة ونزلوها من جانب السفينة. القارب المطاطي وقع جوه. قارب النجاة الصلب اللي كان بيطفو تحت مؤخرة السفينة، وده أدى لمقتل راكب بريطاني وإصابة 8 تانين. الركاب وطاقم السفينة اللي في قارب النجاة زقوا الطوف في المية. موس وباقي الركاب نزلوا 15 متر على سلم حبال بيتأرجح، نطوا في المية وسبحوا لحد الطوف المطاطي. موس وطاقم السفينة ساعدوا الركاب الكبار في السن يطلعوا على الطوف. ناقلة بنامية اسمها هوايان كينج كانت أول سفينة توصل للمكان. استجابت لنداء الاستغاثة من أكيلي لاورو. هي أنقذت أغلب الركاب. إجمالي 10 سفن استجابت، منهم سفينتين حربيتين أمريكيتين، الطراد USS جيتسبرغ والفرقاطة USS هاليبورتون. الناجين اتنقلوا لموانئ في جيبوتي ومومباسا في كينيا. تاني يوم في 2 ديسمبر وصلت قاطرات الإطفاء الإيطالية عشان تسحب بقايا أكيلي لاورو المحروقة. بس قبل ما يقدروا يقيموا الأضرار، الساعة 18:10 حصل انفجار في خزان مياه. انفجر بسبب الضغط من البخار اللي تجمع من حرارة الحريق. السيدة الزرقاء اتقلبت وغرقت. للأسف موس هيلز ما قدرش يجيب الدواء، والراجل العجوز مات بأزمة قلبية في قارب النجاة في وقت لاحق من الليل. 6 هولندية ماتت، وراجل هولندي كبير في السن عمره ما تلاقى. ومع الراكب اللي كان في قارب النجاة كذا عدد الوفيات بقى 4. سفينة أكيلي لاورو غرقت على بعد حوالي 100 ميل بحري من ساحل الصومال في المحيط الهندي. عمق المياه هناك بيتراوح من 4000 ل 5000 متر، وده أعمق من تايتانيك اللي كانت على عمق 3800 متر. بعدما أكيلي لاورو غرقت، ستار لاورو حصلت على 17.2 مليون دولار أمريكي من التأميم، وده بيعادل حوالي 40 مليون دولار في سنة 2025. ال4 اللي خطفوا السفينة اتحاكموا في إيطاليا مع 11 متواطئ معهم، وتحكم عليهم بأحكام بتتراوح من 15 إلى 30 سنة سجن. ستار لاورو بقت MSC كروزرز، ودلوقتي بتحتل المركز الثالث عالمياً في سعة الركاب لشركات الرحلات البحرية. لو عايز تشوف كوارث أكتر، دوس على الفيديو اللي ظاهر قدامك دلوقتي.